اهلا بيكم في حلقه جديده من Untyped بودكاست. معاكم عبد الرحمن عوض، وفي الحلقه دي هنتكلم عن المايكرو فرونت اندز. ده توبيك انا مش خبير فيه او حاجه انا ما عملتهاش بايدي، اللي هي المايكرو فرونت اندز. فمعظم الحلقه دي هتكون اراء ناتجه من النظرة اللي أنا كونتها من قرايتي الكتيرة في الموضوع ده، وفي نفس الوقت من كلامي مع ناس فعلا بتستعمل مايكرو فرونت اندز في شغلها بشكل يومي يعني. فتعالوا نبدأ أصلا بالفكرة، يعني إيه أصلا مايكرو فرونت اندز؟ والمصطلح ده يعني ظهر لنا امتى؟ فالمصطلح ده يمكن ظهر حوالين 2017 2018، أنا مش متأكد. لكن فكرته إن احنا نقطع، انت عندك ويب سايت، والويب سايت ده فيه يعني أجزاء كتيرة كبيرة متحركة، زي مثلا عندك اي كوميرس، فانت عندك التشيك اوت، وعندك السيرش، وعندك البرودكت ليستنج، وعندك الحاجات دي كلها. ففي قطعتين كبار جدا فيه، مثلا زي التشيك اوت بشكل كامل، يعني كارت والتشيك اوت، وعندك باقي الويب سايت اللي هي مثلا الليستنج بتاع البرودكتس، كاتيجوريز وخلافه يعني. ممكن يبقى عندك قطعة تالتة كمان، اللي هي مثلا اليوزر بروفايل، يمانج الادرس بوك بتاعه، حاجة زي كده. واحنا بنشوف ده اصلا في، وقد تكون لاحظت ده بنفسك وانت بتستعمل ويب ابس معينة مثلا، بحيث ان انت مثلا كنت تحس ان انت اتنقلت ويب سايت تاني خالص. وهتلاقي معظم اللي بيحصل ده في التشيك اوت، مثلا هتلاقي معظم الاي كوميرس بيعملوا الحركه دي في التشيك اوت. انت بتروح اب تاني خالص، بسيستم تاني خالص، بجافا سكريبت تاني خالص، يمكن بيبقى بستاك تاني خالص. فدي الفكره كلها من مايكرو فرونت اندز، ان انت بيبقى عندك للبرودكتس الكبيره قوي دي، او للارياز المتخصصه قوي دي، بيبقى فيها اندبندنت تيمز. يعني يبقى في فرونت اند تيم مسؤول عن التشيك اوت، وفي فرونت اند تيم مسؤول عن البرودكت ليستن وخلافه. طبعا انت هتقول انا شغال في شركتي بعمل كل حاجه، بعمل الليستنج، بعمل تشيك اوت، وكلهم بيبقوا شغالين مع بعض، فليه محتاجين تيم هنا وتيم هنا وتيم هنا؟ فالموضوع معقد طبعا. لو انت بتعمل كل ده فتحياتي لك، يعني انت بتعمل حاجه معقده فعلا. لكن حاجه زي التشيك اوت، انت لازم تفكر قد ايه هو ممكن يبقى معقد. مش لازم دلوقتي، بس في المستقبل وانت بتبني الابلكيشن بتاعك. مثلا انت لو بتبيلد بيمنت ميثودز، كل بيمنت ميثودز تقريبا انتجريشن لوحدها، كاستم كود لوحدها خالص، يمكن ملوش علاقه بالبيمنت ميثودز تانية. انت مش سنجل اي بي اي بتستعمله وخلاص. طبعا لو انت بتستعمل سترايب او يعني حاجات بتسهل لنا البيمنتس دي، ماشي، الدنيا شغاله معاك. لكن في غالبا انت مش بتستعمل اجريجيتور. يعني انت لو يعني مش سيرفيس واحده، فانت ممكن بتستعمل، بتبيلد يعني انتجريشن لكل بيمنت ميثودز افيلبل. لو انت مثلا عندك تقسيط، فهتستعمل سيرفيس بتهندل حوار التقسيط ده. لو انت عندك كريدت كارد بيمنت، فانت طريقه بتهندل كريدت كارد بيمنت. ولو عندك وولتس من مثلا بروفايدرز مختلفين، سواء بقى شركات، شبكات محمولة أو حاجة زي كده، فكل دول إلى حد ما انتجريشن لوحده مع سيرفيس لوحدها، وليها تيست لوحدها، وليها سيستم لوحده انت بتهندله. فطبعا في الشركات الكبيرة والشركات عندها تيمز، يعني معظمه ان هاوس، بتقسم الموضوع ده، بتبقى في مجموعة أشخاص مسؤولين عن الحتة دي، ومجموعة أشخاص مسؤولين عن الحتة دي. ففكرة المايكرو فرونت اندز إنهم بيقولوا طيب لو إحنا عندنا مجموعة تيمز متخصصة في كل حتة، يعني مثلا أكيد في تيم مخصوص مسؤول عن السيرش، والسيرش شغال ازاي، سواء فرونت اند او باك اند، ويبقى هما يونت كده لوحدهم بيهندلوا حوار السيرش من اوله لاخره. فباختلاف طبعا طريقة الشركات بتقسمهم ازاي. فالفكرة هنا ان كل تيم من دول نقدر نخليه يختار التك ستاك بتاعه، ويتعامل هو مع اللي هو محتاجه. يعني لو هم محتاجين يستعملوا فريم ورك معين يستعملوه، بغض النظر عن باقي التيمز بتستعمل ايه. طبعا عندي تحفظات على الفكرة دي، لكن خلي ده لبعدين. فكل تيم بيختار التك ستاك بتاعه، كل تيم بيبيلد السيرفيس اللي هم مسؤولين عنها، او الحتة في الابليكيشن اللي هم مسؤولين عنها، ابلكيشن ايسوليتد منفصل عن باقي الليله. فطبعا ده بيبرنج شويه تساؤلات وشويه مشاكل طبعا بسبب الاركتكشر دي. فتعالوا نتكلم مثلا في الفكرتين او الانواع اللي انا شايفها في المايكرو فرونت اندز اللي موجوده دلوقتي حاليا. في مثلا ناس بتستعمل مايكرو فرونت اندز
مالتي فريم ورك، اللي هو انا عايز التيم ده بيحب يستعمل رياكت فهو هيستعمل رياكت، التيم ده بيحب يستعمل فيو فهو هيستعمل فيو، والتيم ده بيحب انجلر فهو هيستعمل انجلر. فانا شايف ان دي لو كل المايكرو فرونت اندز دي او كل المايكرو ابس دي، طريقه تانية انك تفكر فيها ان كل فرونت اند مايكرو فرونت اند هو ابلكيشن لوحده. فلو لو كل دول at some point بيلودوا اليوزر في نفس الصفحة، أنا شايف دي مصيبة، لأن ده معناه إن اليوزر كبرفورمانس وايز طبعا، ده معناه إن اليوزر بيعمل داونلود مش لفريم ورك واحد، بيعمل داونلود ل3 فريم ورك مثلا، لو احنا بنستعمل التلاتة فريم وركس ومن غير سبب كويس، ومستحيل توبتمايز الاوفر هيد بتاع الفريم وركس. دي حاجة اليوزر هيحملها كبندل سايز، سواء انت عاجبك مش عاجبك، حتى لو انت مش عامل ولا كومبوننت بالفريم ورك انت هتحمله، ده اوفر هيد مكتوب عليك من الاخر. فدي كوست اوريدي على البرفورمانس بسبب الديسيجن ده، وقد تكون كوست دي كبيره جدا على حسب الفريم ورك كبيره قد ايه. لنفترض ان تيم بتاع فيو قرر يستعمل يو اي لايبراري زي فيوتيفاي مثلا، فاوريدي البندل سايز هنا بقى عملاق لو هو ما عملش اوبتمايزيشن، ما عملش تري شيكنج للكومبوننتس لو بيستعملها. نفس القصه مع التيم بتاع انجلر، نفس القصه مع التيم بتاع رياكت. فلو كل واحد من دول قرر يستعمل كومبوننت لايبراري غير التاني، حتى لو هما شكلهم هيبقى شبه بعض، احنا بنتكلم دلوقتي يعني في مهزله في وجهه نظري من ناحيه البندل سايز. انت كده احنا داخلين في الميجات، في يمكن في صفحه ما بتعملش حاجه غير انها بتشو الكرنت اوردر والاوردرز في الكارت والايتمز اللي في الكارت وحاجات زي كده. فدي مشكله كبيره يعني في وجهه نظري. النوع التاني من المايكرو فرونت اندز اللي انا شايفه مقبول شويه، اللي هو بيبقى سنجل فريم ورك بس مالتيبل ابس. ده لحد ما مقبول لانه ما عندوش نفس المشاكل بتاعت الحاجات التانية، لان يفترض انت بتستعمل بندلر محترم، فالبندلر المحترم ده هو كده كده هيوبتمايز الشير ديبندنسيز بين الابلكيشنز دي. فلو انت مثلا، دي حاجات لازم تاخد بالك منها، يعني نفترض ان انت بتستعمل فيو وعامل مالتيبل فيو ابلكيشنز على سبيل المثال. فلو انت بتستعمل مالتيبل فيو ابلكيشنز، المفروض ان فيو كفريم ورك يبقى موجود في البندل بتاع الاثنين مره واحده بس. معنى كده ان في زي شيرد بندل ما بين الاثنين فيها كل الحاجات او بعض الحاجات المشتركه ما بين الابس دي، تمام. وهما الاثنين بيمبورتوها وبيشيروها ما بين بعضهم، بحيث ان لو حصل ان الابين دول بقوا موجودين في نفس الصفحه، اليوزر ما يحملش اي حاجه زياده وبيحمل الكود اللي هو محتاجه فعلا بس. ده الى حد ما يعتبر نفس البندل سايز، كما لو ان عندك ابلكيشن واحد مش مالتيبل ابلكيشنز. بس ساعات الاوبتمايزيشن ده بيبقى صعب، ساعات انت بتعرفش يعني بتعرفش تعمل كده، وفي نفس الوقت ساعات البندلر يقرر ان هو مش هيعمل كده عشان في كونفيجريشن مختلف او في زي كرايتيريا مختلفة ما بين التو ابس. فهنا انا بقى شايف ان لو الابس دي طول ما هي مش شغالة في نفس الصفحة that's fine، لكن لو شغالين في نفس الصفحة يبقى قد يكون عندك مشكلة ان انت بتحمل فيو مرتين، وده هيسبب لك مشاكل اكتر مما تتخيل. فتعالوا نروح النقطة اللي بعدها عشان نتكلم عن المشاكل دي بشكل اعمق. يعني لو عندنا مثلا، لو الابلكيشنز دي نفترض worst case scenario انت ان هم في نفس الصفحة. يعني كمثال احنا عندنا multiple applications في شغل في رسائل دلوقتي، واحد لللاندنج بيج، وواحد لحاجة اسمها اي فريم انتجريشن مع هاب سبوت، وفي واحد تاني مع وفي واحد تاني اللي هو الويب ابلكيشن بتاعنا. لكن دول عمرهم ما بيرنوا في نفس الصفحة، فكل واحد منهم isolated application. ف يعني ده انا مش شايف ده يعتبر مايكرو فرونت اندز قوي، يعني هو multiple applications multiple جافا سكريبت فايلز مش اكتر. فده مش مايكرو فرونت اندز قوي يعني. فهنركز على الكيس بتاعت ان انت عندك فعلا multiple applications في نفس الصفحة. فاول مشكلة هنا، لنفترض ان الابلكيشنز دي محتاج تتكلم مع بعضها، هيكلموا مع بعضهم ازاي؟ في الكيس الاولانية لو هما، نفترض اسهل كيس، لو هما فريم ورك واحد زي فيو مثلا، فالكوميونيكيشن ما بينهم قد يكون سهل جدا عن طريق ان انت تيميت ايفنتس ما بين الاثنين عن طريق جلوبال ايفنت ايميتر مثلا. زي ممكن تستعمل حتى الدوم انك تيميت كاستم ايفنت على الدوكيمنت والاثنين يلسنوا لبعض على الدوكيمنت. مثلا الايفنت نيم هيبقى مثلا اب 1 كذا، فكل واحد في الابس المهتمه بالايفنت ده بتلسن على الدوكيمنت على اب 1 كذا، فبترسبوند ليه. ف
يعني يبقى عندك جلوبال ايفنت ايميتر والاثنين بيكلموا بعض، بس خد بالك ان نوع الكوميونيكيشن ده لحد ما كول باك بيست يعني او ايفنت بيست، يعني انت مستني حاجه تحصل عشان تعمل حاجه، لكن هي مش رياكتيف. مش رياكتيف ازن الابلكيشن ده غير فاليو فالتاني شايفها. دي هتبقى اصعب مما تتخيل يعني. فلو نفترض مثلا ان هم ويب اب مثلا، انت بتقول انا بستعمل فيو، ففيو فيه رياكتيفيتي، او اي فريم ورك بيستعمل سيجنالز، انجلر دلوقتي او مش رياكت للاسف، بس اي فريم ورك بيستعمل سيجنال سوليد مثلا. فهتقول خلاص انا ممكن اجرب حركه ان انا اخلي فيو يكسبورت ريف او يكسبورت رياكتيف فاليو، ولما اغيرها هنا التاني المفروض يلقطها، لان هي زي شيرد ستيت ما بين الاثنين، ما بين الابين يعني. فده مش هيشتغل كويس بعكس ما تتخيل، لانه بيعتمد اعتماد كبير جدا على انت موبتمايز الاب على البندل ليفل ولا لا. بمعنى لو فيو ابلكيشن لو الفيو نفسه كفريم ورك شيرد ما بين الاثنين، مش متكرر مرتين في البندل بتاع ده والبندل بتاع ده، هيشتغل. لان اللي انت بتقوله ده هيشتغل، لان ساعتها الرياكتيفيتي تراكنج سيستم واحد في الاثنين، فهيشتغل كويس. لكن لو هو متكرر، يعني انت عندك فيو ابلكيشن وفيو ابلكيشن تاني، وانت بتكسبورت ريف من ده، كده كده التاني ما يقدرش يتراك الرياكتيف ريفس بتاعت التاني، لان هما هيبقوا بيستعملوا سيمبلز، هيبقوا بيستعملوا حاجات كتيره انترنال عشان الديبندنسي تراكنج، فمش هتشتغل كويس. ممكن تكون نفس القصه صحيحه لباقي فريم وركس. فانت محتاج حاجه زي فريم ورك اجنوستيك، حاجه مش فارقه معاها قوي الانستنس بتاعت الابلكيشن، ما فيهاش حرفيا اي نوع من stateful tracking. انت عايز حاجه زي stateless tracking، ودي حاجه انا مخترعها دلوقتي. انا مش يعني دي حاجه انا ملهاش اسم قوي يعني، لكن انت محتاج حاجه زي كده عشان تخلي ال communication ما بين التو frameworks او التو apps reactive. لكن غير كده هتضطر تستعمل event based communication، وده على حد ما يعني كفايه ممكن 80% من الكيسز. لكن يعني هيبقى عندك ايفنتس كتير وليسنرز كتير، مفيش حاجه رياكتيف للاسف، فالموضوع يبقى صعب شويه. فلو انت عندك الفريم ورك زي ما قلت متكرر كبندل كذا مره، ده قد يسبب تشالنجز. انا مش بقول مش هيشتغل، بس في احتماليه كبيره انه مش هيشتغل. يعني انا عارف مثلا ان في فيو جي اس لو البندل متكرره مرتين الاب مش هيشتغل. فدي حاجه لازم تاخد بالك منها كويس جدا 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 يعني. فبسبب الموضوع ده هتلاقي في زي براكتس موجودة في الايكو سيستم ده، او في الناس اللي بتحب المايكرو فرونت اندز، ان كل فرونت اند اب بيبقى exported as a web component، رغم ان هو بيستعمل فريم ورك، بس هو بيبقى exported as a native web component. والويب كومبوننت دي هي اللي بتنشلايز الاب وبتماونت الاب وكلها بتعمل كل الكلام ده. الفكرة هنا ان بتخلي الموضوع اسهل شوية في المانجمنت، بتفرصك تستعمل طبعا النيتيف ايفنتس للستيت تراكنج وخلافه زي ما انا قلت من شويه. لكن انا برضو انا مش شايف ان ده فرق كتير، يعني مجرد بس ازاي انت بتكسبوز المالتيبل ابس لبعضها. في مشكله تانية هتواجهك في الحوار ده، الا وهي ال SSR. لو انت عندك سيرفر سايد ريندرنج دلوقتي، انت عندك بيج فيها 3 فريم وركس او 2 او حتى واحد بس مالتيبل ابس، فانت محتاج دلوقتي تلاقي فريم ورك يعرف يرندر لك ال SSR بتاع كل واحد فيهم في نفس الوقت. اعتقد في فريم وركس بتعمل ده، يعني في تقريبا فريم ورك اسمه بوديوم، وفي حاجات تانية قد تكون بتهندل الموضوع ده. لكن انا بصراحة ما استعملتش الموضوع ده، ما حاولتش ادور كتير في الموضوع ده، لان الموضوع صعب فعلا. يعني انا شايف ان مايكرو فرونت اندز كيوز كيس لاغلبية الويب ابلكيشنز والاورجنايزيشنز والكومبانيز مش اوبشن كويس. ما علينا. مشكلة ال SSR هنا ان كل فريم ورك ليه SSR rendering ميكانيزم معينة. وفي عندك hydration، فالهيدريشن بيشتغل بطريقة ان الاب بيكمبير الريندرد الحاجة الريندر من السيرفر against الريندر اوتبوت بتاع الكلاينت، ولو في اختلاف هيبوظوا بعض طبعا، او يعني ساعتها بيجيلك هيدريشن مس ماتش، فالاب بيبطل يشتغل، جي اس كلها بتكراش يمكن ساعات، فده بيعمل مشاكل كتير. فلو عندك multiple frameworks، مفروض هما كل واحد يكمبير اجينست التري بتاعته بس، يعني الحته بتاعته بس، بحيث ان هو ما ياثرش او ما يعملش هايدريشن مس ماتش في الباقي. لكن لو في ستيت شيرد ما بينهم، فاكيد هيأثروا على بعض، ففي تشانس هنا ان يحصل هايدريشن مس ماتش. فاوريدي دي مشكله قد تكون بايخه جدا كتبجها وتشتغل معاها يعني.
ولو هما نفس الفريم ورك فالموضوع even اصعب، لان هما دول isolated pieces of the application دلوقتي، فالهيدريشن مش هيحصل مرة واحدة، هيحصل كل واحد هيعمل هيدريشن لوحده. وهنا قد تيجي فكرة مفيدة زي ما استرو بيعمل مثلا، اللي هي الايلاندز اركتكتشر، بحيث ان كل فريم ورك او كل انتراكتيف بيس قد تكون بقى ابلكيشن او قد تكون كومبوننت بسيطة ممكن تهيدريت لوحدها في وقت لوحدها، وده ما بيأثرش على الهيدريشن مش ماتش خالص. فدي حاجة كويسة جدا كاركتكتشر. الايلاندز اركتكتشر دي بتساعد جامد في النقطة دي، لكن هي نفسها مش معمولة مخصوص عشان المايكرو فرونت اندز، دي معمولة عشان الليزي هيدريشن، او ان احنا ما نعملش هيدريشن اول ما الاب يفتح عشان البرفورمانس، لا احنا نعمله لما اليوزر يبقى محتاج يعمل هيدريشن، زي لما يشوف الحته دي من الابلكيشن او حاجه زي كده. بخلاف الاس اس ار في برضه مشاكل تانية ناتجه عن البرفورمانس. لنفترض ان تيم قرر يزود element زياده مثلا في الليست بتاعت الكارت اللي هي بتبقى على اليمين مثلا، ففي مشكله صغيره هنا ان انت ممكن مش عامل حساب السي اس اس. فلنفترض ان هو زود element كمان، فدلوقتي المنيو دي بقت بتعمل اوفر فلو. فلو انت كنت عامل حسابك مثلا لو انت الروت ابلكيشن شغال بفيو والسي اس اس بتاعك موجود فيه، عامل حساب ان المنيو دي طولها عمره ما هيزيد عن كذا، فهي مثلا مش سكرولابل او انت مش مهندل انها تبقى سكرولابل، فهتعمل اوفر فلو، فهيبوظ لك طبعا حاجات تانية، وهيعمل لك كوميوليتيف لاي اوت شيفت، وده طبعا كبرفورمانس مش حاجه ظريفه. ف يعني مش تجربه ظريفه خالص انك تدبجها، او مش تجربه ظريفه خالص انك تتعامل معاها يعني. طيب تعالوا نتكلم عن مشاكل بقى غير ليست برمجيه، زي مثلا كاورجنايزيشن. انت دلوقتي اتش ار، او يعني موجود في الهايرنج كوميتي، وانت عايز تهاير ناس للكومباني بتاعتك بيزد على التيم طبعا. فدلوقتي لو انت عندك مايكرو فرونت اندز كلهم نفس الفريم ورك، الى حد ما الدنيا سهله جدا. انت بتهاير لفيو مثلا والموضوع انتهى، مش فارقه كتير عن سنجل فريم ورك. لكن طبعا اكيد بتدور على سكيل سيتس مختلفه في كل تيم عن التاني، بروبلم سولفينج نوع مختلف عن الاشخاص اللي هنا غير اللي هنا. فماشي ده ممكن. المشكله التانية لو عندك بقى multiple teams وكل تيم بيستعمل فريم ورك غير التاني، عندك تيم الكارت بيستعمل رياكت، تيم اللي مش عارف ايه بيستعمل فيو، تيم اللي مش عارف ايه بيستعمل انجلر. هنا الموضوع بيبقى بائس شوية، لان دلوقتي انت محتاج تهاير للتلاتة تيمز وتكيب الموضوع ده maintained بشكل كويس، يعني ما يبقاش فيه تيم اندر هايرد ويبقى فيه تيم اوفر هايرد، لان طبعا اللود هيبقى صعبة كده على التيمز المختلفة دي. وبسبب ان انت هايرت، يعني لو انت هايرت واحد رياكت مش هيبقى مستظرف ان هو يروح للتيم بتاع فيو، او مش هيبقى برضه مستظرف ان هو يروح يشتغل على انجلر. طبعا الفرونت اند واحد في الجميع ككونسبت، فسهل الكونسبت دي تترانسليتها، بس الى حد ما لو واحد شغال كل حياته مثلا برياكت وجاي تنقله فريم ورك تاني، هيستراجل شويه مع الكونسبتس دي، ويبقى كانك بتهير واحد جونيور في التيم ده. فلفتره معينه يعني ممكن اول شهر اول شهرين مش هيطلع، مش هيبقى بنفس البرودكتيفيتي بتاعته. فلو احنا بنوبتمايز على البرفورمانس بتاع التيم بتاعك، فانت لازم تهير كل واحد في النقطه بتاعته وتديله افضل انفايرمنت هو ممكن يشتغل فيها. انت مهايره ان هو رياكت ديفلوبر علشان يشتغل على رياكت، انت مش مهايره ان هو رياكت ديفلوبر وجاي تشغله في انجلر. فدي مشكله في حد ذاتها، لان في فريم ورك صعب تلاقي لها هايرنج زي فيو جي اس، ودي حاجه انا شايف ده حرام الصراحه. فيو جي اس فريم ورك عظيم يعني، لكن صعب تلاقي هايرز معينه، وبيعتمد على مكانك في العالم. لو انت مثلا في اوروبا هتلاقي سهل انك تهاير فريم ورك معين، غير لو انت في مصر هنا فهتلاقي التفضيل بتاع الفريم وركس مختلف، او تفضيل التكنولوجيز يختلف على حسب طبعا الريسورسز المتاحه، الانفلونسرز في المجال ده الموجودين هنا بيقولوا ايه. يعني ليها عوامل كتيره بتاثر على التكنولوجي تشويسز بتاعت الناس اللي بتتعلم وبتاعت الناس اللي بتشتغل وهكذا. فالهايرنج وانك تمانج تيم بالاختلاف ده والفارينس ده ما بين السكيل سيتس والنولج بتاعتهم هيبقى صعب. حاجة تانية ان صعب التيم ميتس مش هيعرفوا قوي يفيدوا بعض. يعني مثلا لو في تيم حل مشكلة معينة في انجلر، او حل كان بتواجههم تشالنج في انجلر، مش هينفع يريتش اوت لتيم رياكت ويقول له اديني رأيك، او يعني ادينا شوية انسايتس خلينا ساعدنا نحل المشكلة دي. ففي مشكلة في الترانسفير بالنولج على ما اعتقد. وبس يعني دي حاجة أنا مشوفتهاش شخصيا، لكن أنا متأكد إنها موجودة. إن دلوقتي أنت لو بتهاير تيمز بتكنولوجيز مختلفة،
فدلوقتي انت بتهاير الفريم وركس مختلفه. وانا شايف الا لو انت شركه ضخمه، يعني انت عندك اكتر من 1000 انجينير مثلا او حاجه زي كده، ساعتها ده مقبول. لكن غير كده ده ممكن ما يكونش مقبول. طبعا 1000 ده رقم مبالغ فيه، يعني ممكن اكتر من 100 او خلافه. يعني يبقى عندك فعلا عدد محترم في كل تيم، بحيث ان الايشوز دي تبقى ميتيجيتد شويه، في ساعتها ماشي ده مقبول. لكن لو انت شركه 10 فرونت اند مثلا، لا انت كده يعني بتضحي بالريسورسز بتاعتك البشريه يعني، وبتضحي بحاجات كتير. بتضحي انك تقدر تموف ما بين ناس، ما بين تيم لتيم. تعال نرجع تاني المشكله انا نسيت اذكرها، مشكله برضه برمجيه، وهي الفيرجننج. لنفترض ان تيم الكارت قرر ان هو يغير الاي بي اي بتاعه وعمل ديبلوي. افرض التيم بتاع حاجه تانية معتمد على الاي بي اي بتاعه، اي بي اي مش اللي هو الباك اند، لا الاي بي اي ازن بيتكلم معاه ازاي. مثلا غيروا اسماء الايفنتس اللي انا اتكلمت عنها، او زودوا ايفنتس جديده لحاجات معينه زياده، فده معناه ان التيم التاني بقى فيه تايت كابلنج ما بينه وبين التيم ده، ولازم يشيب بنفس الفيرجن في نفس الوقت مع التيم ده. وخد بالك من حاجه، انت لما بتيجي تديبلوي المالتيبل ابلكيشنز دي، كل واحد فيرجن لوحده، كل واحد بيبقى بيديبلوي لوحده، ودي ميزه ان هو الديبلويمنت بيبقى اسرع لل different moving pieces يعني عندك في الابلكيشن. لكن في نفس الوقت ده معناه ان ممكن piece to move faster than the others، او piece to move بشكل ابطأ بكتير من التانيين، فده يسبب الابلكيشن كله يقع، او يبقى في مس ماتش ما بين الابلكيشن شغال ازاي، ان هي الحته دي مش عارفه تتكلم مع الحته دي، خلاص الموضوع انتهى. فدي مشكله كبيره جدا طبعا، وحاجه لازم برضو تكونسيدرها، ان ازاي تفرجن الحاجات دي كلها مع بعض. وفوق كل ده طبعا عندك لسه الباك اند. الباك اند دلوقتي لو هو مالتيبل باك اندز مايكرو سيرفيسز يعني، فكل سيرفيس منهم الى حد ما ممكن بتسيرف ابلكيشن معين. لكن لو هو سنجل مونوليث باك اند بيسيرف كله مع بعض، فدلوقتي افرض ابديت للسيرفيس دي هيبريك الابديت لسيرفيس تانية. دي برضو حاجة تاخدها في الحسبان. وهتلاقي هنا ان المايكرو فرونت اندز ليها تقريبا نفس المشاكل بتاعت المايكرو سيرفيسز، بالذات مسألة الفيرجننج. ما ينفعش تو سيرفيسز يكلموا بعض تقوم واحدة تتغير باي بي اي مخالف مع التانية. لازم الاتنين اي ديبندنت مايكرو سيرفيسز لازم يتابديتوا مع بعض، بحيث ان هم يقدروا لسه يكلموا بعض، او يبقوا فيرجنت، بحيث ان كل واحدة بتكلم فيرجن معينة من التانية، والفيرجنز دي تبقى مينتيند. وطبعا ده بيعقد الدنيا زيادة، فهي ميرور الى حد ما للفكرة دي يعني. بس طيب، فدي كل المشاكل اللي انا شايفها هتبقى associated لو انت اخدت القرار ان انت تستعمل مايكرو فرونت اندز. فاعتقد لازم تسأل نفسك قبل ما تاخد decisions لو انت سينيور او تيك ليد او ايا كان، وبتكونسيدر انك تروح مايكرو فرونت اندز، انا شايف انك لازم تسأل نفسك انت هتجين ايه. فلو هما لو نفترض ان هما، لو انت قلت خلاص انا مش هضحي بالبندل سايز وهيبقى سنجل فريم ورك فمالتيبل فيو ابلكيشنز مثلا، دي حاجه كويسه انك بتتجنب مشاكل كتير بسبب الموضوع ده. لكن انت بتجين ايه هنا؟ انت مستفيد ايه ان multiple view applications يبقوا شغالين في نفس الصفحه؟ ليه ما يبقوش multiple view components؟ هتفرق معاك في ايه؟ فده اول سؤال لازم تساله لنفسك. هتقولي خلاص يبقى كل تيم مسؤول عن حاجه او حاجه زي كده. عادي، ما كل تيم ينفع يبقى مسؤول عن component او مجموعه components. قسم الكومبوننتس لسمولر ابس او باكجز حتى، وخلي كل تيم يمنتين الكومبوننت بتاعته، والابلكيشن في الاخر يمبورتها. فليه ما ينفعش يبقوا components؟ ما افتكر ان الفيو ابلكيشن في الاخر هو component كبيره اسمها اب شايله كل components اللي جواها. فتفرق ايه multiple apps عن multiple huge components مثلا؟ فدي حاجه تفكر فيها. تاني حاجه تفكر فيها، هل الابلكيشنز دي محتاجه تكلم بعض ولا لا؟ لو مش محتاجه تكلم بعض دي حاجه كويسه جدا، معنى كده كل اب يقدر يشتغل في الايسوليشن ومش هيبقى عليه سايد افكت مع التاني. طيب ليه الابلكيشنز دي مش محتاجه تكلم بعض؟ ده برضه حد ذاته حاجه غريبه بالنسبه لي. يعني انت بتعمل، احنا وصلنا للكومبوننت اركتكتشر والهيراركي والمودرن فرونت اند بيلدينج بالشكل ده عشان اي حته في الابلكيشن تقدر تكلم اي حته تانية في الابلكيشن. لكن لو انت عامل مالتيبل ابلكيشنز هما مش محتاجين يكلموا بعض، فده بالنسبه لي ده بيريز سيريس داوت اباوت الابلكيشن اللي بتبيلده. انت بتبيلد ايه بالظبط؟ يبقى في مالتيبل بيسز او مالتيبل ويدجتس مش محتاجين يكلموا بعض خالص، او مش محتاجين يشيروا ستيت حتى. فده حوار غريب شويه. لكن مع ذلك انا برضو انا ما بشتغلش في الحوار ده، ما شفتش المشاكل اللي بتجاستيفاي ده، فما اقدرش ابقى مستنكر قوي على الموضوع ده. لكن
ده سؤال لازم تسأله لنفسك، ليه الابليكيشنز دي مش محتاجة تكلم بعض؟ ممكن محتاجين يكلموا بعض، وافتكر انهم يكلموا بعض مش من خلال ايفنتس، لا ده من خلال برضه الشيرنج ستيت وايفنتس الاتنين مع بعض. فلو هما مش محتاجين فعلا ولا ستيت يبقى شيرد ما بين الاتنين، ولا حتى انهم يكلموا بعض، فده بيسهل شغلتك كتير في المايكرو فرونت اندز، وبتتجنب اوريدي معظم المشاكل الناتجه عن الفيرجننج والناتجه عن يبقى في مس ماتش ما بين الاي بي ايز بتاعتهم، وحاجات كتير، ويمكن حتى الاس اس ار. وحاجه كمان لازم بقى تسالها عن لنفسك برضو قبل ما تاخد القرار ده، هل انت آه، اخد القرار ده عشان انت عايز تسكيل بالتيم بتاعك بحيث ان كل تيم يقدر يموف بشكل فري يعني؟ فالسؤال هنا، عندك كام واحد في التيم؟ والحاجة التانية، هل انت مش عايز الناس دي تموف ما بين التيمز بشكل حر ولا لا؟ لان لو انت اخترت multiple frameworks، فانت كأنك حطيت دلوقتي حيطة ما بين التيم بتاعك، عملت isolation لكل تيم وما يقدرش يموفوا بحرية ما بينهم وبين بعض. لسه ممكن طبعا، لكن بيبقى اصعب كتير. فاللي اتبقى لي هنا، ليه انت ممكن تحتاج تستعمل مايكرو فرونت اند؟ ويمكن دي سؤال نسأله والناس تجاوبني عليه في الحلقة. لو انت بتستعمل مايكرو فرونت اند، بتستعمله ليه؟ هل عندك ابلكيشن ضخم كبير قوي؟ ولو عندك ابلكيشن ضخم كبير قوي، ليه ما ينفعش يبقى multiple components؟ هتقول لي هيبقى ببندل سايز الضخم، ماشي، ما احنا عندنا ليزي لودنج وعندنا راوتنج وكلاينت سايد راوتنج، فما فيش تقريبا، انت مش محتاج تلود كومبوننت انت مش بتستعملها دلوقتي. يعني ده السؤال الرئيسي هنا للحلقة. يمكن ممكن نعمل ده كل حلقة، نسأل سؤال زي ده. لو انت بتستعمل مايكرو فرونت اند، بتستعملهم ليه؟ ولو انت سمعت الحلقة، ايه رأيك في الكونسيرنز اللي عندي؟ هل هي ادريست؟ هل انتوا عرفتوا تعملوا لها ادريسنج ولا لا؟ وفي نفس الوقت، لو انتوا ما عملتوهاش ادريسنج، ازاي ما واجهتوهاش لغاية دلوقتي؟ فبس كده تنتهي الحلقة، والاسبوع الجاي حلقة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.